النهارده حلقه مختلفه عشان هنتكلم عن حاجه هتغير شكل اللعب نفسه، قوانين جديده في كره القدم واللي بدانا نشوفها في كاس العالم دوت. السؤال هنا، هي القوانين دي هتزود العداله ولا هتسبب جدل اكتر في الملعب؟ صباح او مساء الفل على حسب تشوف الحلقه دي امتى. هنا شجع كوره وده مونديال 2026. ثلاث حالات في ماتش البرتغال هنبدا بيه، ماتش البرتغال والكونغو. جون الكونغو اتاخر في لعب ضربه المرمى، هوب الحكم في لحظه واحده حسبها ضربه ركنيه لصالح البرتغال. قرار غريب جدا، اول مره يحصل، بس بيعكس اتجاه جديد واضح من الفيفا، مفيش تضييع وقت، اي تاخير عقوبته فوريه. نروح لماتش تاني، ماتش كرواتيا وانجلترا، ضربه ركنيه لكرواتيا، اللعيبه بتتاخر بس 5 ثواني، 5 ثواني على ضربه ركنيه، الحكم بيغير القانون وبيحسبها ضربه مرمى لصالح منتخب انجلترا. برضه قرار غريب جدا، ولو بيعكس الفكره هتلاقيها رساله واضحه بتقول التوقيت بقى محسوب والثانيه مهمه في الكوره. الحاله الثالثه في ماتش كندا والبوسنه، لعيب كندا اتاخر في تنفيذ رميه التماس، الحكم عمل تصرف غريب جدا، كره اوت اتاخر فيها، اتحسبت رميه تماس عكسيه في ابسط القوانين اللي هي الاوت. رميه التماس التزام صارم، والفيفا بتاكد للمره الثالثه في المونديال انه مفيش ثواني هتضيع. لو جمعنا الثلاث حالات دول هتلاقي نمط بيتكرر، تغيير في اللعب معناها فقدان الاستحواذ، فرصه جديده للطرف الثاني، فرصه جديده للمنافس، ضربه ركنيه تحول ضربه مرمى، ضربه مرمى تحول ضربه ركنيه، اوت هيتغير من فريق لفريق. سؤال مهم، هل ده لصالح كره القدم؟ السرعه هتزود المتعه ولا هتضغط على اللعيبه والحكام؟ كاس العالم دوت نسخه مختلفه تماما، نسخه اسرع وادق واقل في تضييع الوقت، لكن الجدل هيفضل يزيد. قولوا لنا رايكم، هل القوانين الجديده دي هتساعد ان الكوره تبقى اسرع وامتع ولا هتعطلنا اكتر؟